السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. ان شاء الله دي كانت اوردراتنا اللي احنا عملناها النهاردة. اول حاجة هنعمل مع بعض تورتة الفاكهة اللي عملناها قبل كده، واول ما نزلناها على الجروب الحمد لله الطلب التاني. بس المرة دي هنعملها من الصينية الوسط المستطيلة. الصينية دي انا بعملها بنص كيلو دي اسبونج وخمس بيضات، لو البيض كبير، لو البيض صغير بحط 6 بيضات ونص كوباية مية، واضربهم في العجان لحد ما يدونا قوام زي قوام كريم شانتيه. وبعد كده احط في الصينية، بس بعد ما احط في جوانب الصينية ورق زبدة او ورق حواوشي زي ما بتسموه عندكم. وبعد كده احط الصينية في الفرن، بتقعد لها حوالي ساعة حسب الفرن بتاعك. وده طبعا كان تاني يوم، يعني الافضل ان انت تعمليها قبلها بيوم، وده كان تاني يوم. وزي ما احنا شايفين كده انا عملتها نص فانيليا ونص شوكولاتة، وقسمتها زي ما انتم شايفين كده مثلثين، مثلث عشان اعمل في المثلث ده الفانيليا احط عليه فاكهة، والمثلث التاني احط عليه شوكولاتة. لازم طبعا نشيل الطبقة اللي فوق دي لان هي بيبقى فيها كل زفرة البيض. وقطعنا التورته بتاعتنا على 3 ديسكات. ظبطنا المنشار على رقم 8. بتبقى عالية بسم الله ما شاء الله زي ما هتشوفوها دلوقتي. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني. الدنيا عاملة معاكم ايه؟ كان في واحدة متابعة حبيبة قلبي سألتني سؤال كده، قالت لي انتي ابتديتي ازاي وتعلمتي ازاي؟ خدت كورس ولا انتي اتعلمتي ازاي؟ هرد عليها اقول لها يا حبيبة قلبي انا والله ما خدت كورس ولا اي حاجة. انا من زمان خالص وانا بحب اعمل حلويات. طبعا عملت حاجات كتير كتير وباظت مني، وكنت بزعل قوي، بس طبعا عملت مرة واتنين وتلاتة لحد ما الحمد لله اتعلمت. وطبعا اليوتيوب ما خلاش حاجة، بخش على اليوتيوب واعرف. يعني اتعلمت كتير بصراحة من اليوتيوب. لكن ما خدتش كورس ولا اي حاجة. طالما انت عندك الموهبة وحابة الموضوع، من غير لا كورسات ولا مصاريف ولا اي حاجة، اعملي مرة ليكي، مرة لجيرانك، لقرايبك. يعني اعملي كده وخلي الناس تشوف وتقول رأيها. وانت اول ما تلاقي نفسك انت راضية عن نفسك وراضية عن شغلك، ابتدي نزلي شغلك. واحدة برضو قالت لي ابتدي ازاي واعمل ايه؟ انت يا حبيبة قلبي اول حاجة طبعا لما بتتمكني من الموضوع، بتبتدي تعملي جروب وتنزلي عليه شغلك، تصوري الشغل اللي انت عملتيه. يعني عملت تورته لابنك، تورته لاخوكي، تورته لجارتك، اي حاجة، بتقومي تصوري الشغل ده وتنزليه على الجروب. وواحدة واحدة كده بيجيلك شغل، وفي ناس بتطلب، وان شاء الله ربنا ييسر لك الحال. وبرضه في واحدة قالت لي انا مكسوفة، انا مش عارفة، يعني انا محتاجة للشغل بس مكسوفة ان انا اشتغل واقول للناس ان انا بشتغل. لا يا حبيبة قلبي، الشغل ما فيهوش كسوف. الزمن اللي احنا فيه ده اي واحدة تقدر تعمل اي حاجة تعملها، ما فيش حاجة اسمها مكسوفة. اوعي ده شغل، يعني ما ايه اللي يكسف في الشغل؟ ما فيش اي حاجة تكسف. انتي قاعدة في بيتك محترمة. والله وشغلنا ده متعب جدا، يعني انتي بتفضلي واقفة على رجلك بالكام ساعة. يعني ما تفتكروش ان الشغل ده سهل، بالعكس يعني احنا بنتعب جدا. بنقف بالكام ساعة في اليوم، والمقابل مش بيبقى اللي هو يعني مش اللي الناس متخيلاه. بس الحمد لله انتي قادرة تعملي حاجة وانتي في البيت، لا رحتي ولا ركبتي مواصلات ولا تعبتي. فيا حبيبة قلبي اشتغلي، مفيش حاجة اسمها مكسوفة. محدش هيديكي حاجة، يعني يعني انتي لو احتجتي الحاجة محدش هيديكي حاجة. اشتغلي يا حبيبتي وكفي نفسك بنفسك. سامحوني اذا كنت خرجت عن الموضوع، بس دي اسئلة كان في ناس بتسألني، وكنت طبعا لازم اجاوب عليهم. احنا طبعا جلسنا التورته بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، نص فانيليا ونص شوكولاتة. هنجلسها كويس عشان نبتدي نحط الفاكهة. التورته دي عجبت ناس كتير قوي بسم الله ما شاء الله. والتفاعل كان حلو عليها على الجروب. بنعمل جناب التورته بالسكرابر المشرشر. لو لاحظت اي حته كده محتاجه كريمه، حته الكيكه فيها باينه، بتحط كريمه وتمشي عليها مره ولا اتنين بالسكرابر المشرشر لحد ما تظبطيها. وبعد كده بتجيبي بقى الاسباتولا الطويله ديت، وتساوي التورته من فوق. لو انت حاسه ان الكريمه ماسكه شويه، انت مش عارفه تعمليها، بتقومي بله السكرابر بتاعك وتمشي على التورته واحدة واحدة كده. انت بتسحبي بالسباتولا بتاعتك
من بره لجوه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، بتسحبي من بره لجوه لحد ما تظبطي الحواف بتاعتك بتاع التورته، وبعد كده بتظبطي التورته من جوه واحده واحده كده. هي بتاخد وقت في الاول، بعد كده لما اديكي بتتدرب على الموضوع مفيش اي حاجه بتاخد معاكي وقت. يعني التورته دي في الاول ممكن تاخد معاكي ساعه مثلا، بعد كده ما بتاخدش اي حاجه بعد ما ايدك بتمشي في الموضوع. هنخلص تجليس التورته بتاعتنا ونحطها طبعا في التلاجة شويه. اهم حاجه لازم تمسحي القعده قبل ما تحطيها في التلاجة. طبعا كان معانا مع التورته دي كان معانا عرضين، ده عرض منهم، عرض ميني تورته، ومعاه طاجن، وانا مش فاكره بالظبط معاه ايه. هنشوف دلوقتي ان شاء الله كل حاجه. طبعا الورق ده ورق فاكيوم بتجيبيه من عند اللي هو مستلزمات الحلواني. انا بقسم من متر على 2، يعني هو الورقة بتبقى متر، بقسمها على 2، وكل نص متر بعمله ميني تورته. طبعا في ناس بتعملها اصغر من كده، بس هو انا خلاص انا عملتها اصغر كده، انا ما حبيتهاش. فهي احلى يعني احسن حاجة ان هي تجيبي المتر وتقسميه على 2 وتعملي ميني تورته زي ما انتوا شايفين. وبعملها برضو 3 طبقات، ولو بطلعها لوحديها بطلعها ب100 جنيه. قولوا لي كده انتوا عندكم بتتباع بكام او بتطلع بكام، او هي بتبقى قد دي ولا لا؟ يعني دي بتكفي، ممكن تكفي 3 افراد 4 افراد، هي بتبقى كبيرة مش صغيرة. كده خلاص عملنا الميني تورته بتاعتنا. عملنا الكبات دي، انا مرضتش اجيبها عشان خاطر ما اطولش الفيديو عليكم، لان انا عملت العرض ده معاكم قبل كده تقريبا. الناس بتحب العروض اوي والكبات دي عشان خاطر الاطفال. انا عايزه ان شاء الله كده اليومين الجايين يعني اعمل عرض، ان شاء الله كده هفكر في عرض حلو وانزله، عشان خاطر اي حد بيشتغل الشغلانة دي احنا بناخد افكار من بعض. كل اللي عنده فكرة بينزلها بحيث ان احنا نغير، ما يبقاش العروض كلها شكل بعض. عملت اللي هو الديسباسيتو ده بعمله بالنوتيلا، وبعد كده بمشي عليه خطوط بالجناش. طبعا انا حطيت التورته بتاعتي ترتاح في الفريزر شويه عبال ما اخلص العروض الصغيره دي. الكوبايات دي بحط فيها طبقه كيكه، وبعد كده طبقة كريمة، وبعد كده طبقة كيكة تانية، وبعد كده بحط الكريمة واحط عليها الصوصات. نفس الفكرة في العلبة اللي هي المفروض ان دي علبة شوربة اصلا، بس احنا بنجيبها ونعمل فيها وبيمشي الحال. يعني يعني بتمشي في العروض. عفوا. وده الطاجن اللي احنا عملناه قبل كده، برضو نص جناش ونص نوتيلا. كان في واحدة حبيبة قلبي سألتني على الجناش انت بتعمليه ازاي. والله يا حبيبة قلبي انا كل فيديو تقريبا بقول الجناش ده انا بعمله ازاي. الجناش ده انا بعمله بجيب 100 جرام شوكولاتة خام، عليها 50 جرام مية، وتحطيهم على البوتاجاز على نار هادية جدا، او حمام مية حسب ما انت عايزة. المهم ان انت تقفي جنبيها عشان يعني تقلبيها كل شوية علشان الشوكولاتة بتكتل. وبعد كده بتحطي عليها معلقتين 3 زيت، وبتبقى زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله بتلمع، وبتبقى حلوة قوي. خلصنا كده الطواجن. العرضين اللي جنب التورته بتاعتنا. هنجيب بقى الميني تورته ونقفلها خلاص بالمره. برضه هعملها نص جناش ونص نوتيلا. ها يا حبيبة قلبي، لو وصلت لحد هنا انزلي كده صلي على النبي في الكومنتات عليه الصلاة والسلام، وحطي لايك واشتركي في القناة لو انتي مش مشتركة، وفعلي زر الجرس. حبايب قلبي اللي بيتفرجوا على الفيديو وما بيشتركوش، بالله عليكم اشتركوا عشان القناة تكبر. ولو بتستفيدي من فيديوهاتي ولو 1% بس، انزلي حطي لايك يا حبيبة قلبي، واكتبي لي كومنت كده بسيط وفرحي قلبي. وطبعا انا فرحانة قوي 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 بالمشتركين الجداد، نوروني وشرفوني، وكل كومنت بيجيلي بيفرح قلبي ويسعدني. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب. كده خلصنا الميني تورته بتاعتنا، وخلصنا العرضين اللي هنعملهم جنب تورته الفاكهه. احطهم بقى في التلاجة لحد ما اخلص.
وبعد كده هنجيب بقى، طبعا احنا مقطعين الفاكهة بتاعتنا الا التفاح بقطعه وانا بشتغل لانه التفاح بيسود بسرعة جدا. زي ما احنا شايفين، انا مش عارفة انا المقطع بتاع رص الكنتالوب ده راح فين، بس مش مشكلة، انا رصيته كده زي ما انتوا شايفين. وعملت في النص مربى حليب، بقسم التورته بمربى الحليب، نص الفاكهة ونص الشوكولاتة. انا مقطعة الفاكهة كلها شرايح، الفراولة شرايح والكنتالوب شرايح، وهقطع التفاح برضو نص شرايح، والنص التاني هقطعه اللي هو بيبقى على شكل الوزة ده. هقطعه معاكم عشان في حد سألني بتعمليه ازاي. ده نص التفاح عملناه شرايح كده. وهعمل برضو الكنتالوب برضو هعمله شرايح كده. بسم الله ما شاء الله، كانت مليانة فاكهة، عجبت الناس قوي قوي. اللي خدوها ألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. ولا أي حاجة، تقطيع الفاكهة سهل جدا، مفهوش أي حاجة. المهم ان انتي هتحطيه ازاي على التورته. في فراولة قطعتها كده على شكل وردة، دي هحطها في النص تغيير عشان ما تبقاش نفس شكل التورته اللي مشيت، لازم يبقى فيه تغيير. خدنا بقى ربع زي ما احنا شايفين كده. انتي بتقطعي يعني كل تقطيعة كده زي قصاد التانية، انا مش عارفة اشرح بالظبط. بتعملي كده زي مثلثات قصاد بعض في الاخر، بتفرديها كده، بتديك المنظر ده. كده خلصنا الجزء بتاع الفاكهة. اجيب بقى اللي هو جيل التلميع من المتحدة. لازم تدهني الفاكهة بيه عشان خاطر لونها ما يغيرش، وتفضل بتلمع كده وشكلها حلو. بظبط الفاكهة بتاعتي. زي ما قلنا قبل كده، انت بتحسبي 50 جنيه للفاكهة، يعني بتحسبي حساب التورتة بتاعتك وتحطي 50 جنيه فاكهة، لان الفاكهة غالية جدا. وطبعا زي ما احنا شايفين احنا بنحط فاكهة كتير، فبتحسبي 50 جنيه. يعني التورتة دي انا بطلعها ب250 جنيه. حطيت 50 فاكهة، طلعتها ب300 جنيه. طبعا في حتت بتطلعها اغلى من كده كتير، بس زي ما قلت لكم قبل كده عشان خاطر انا في ارياف ما ينفعش اغلي عن كده. لو غليت عن كده محدش هياخد مني. طبعا الجناش بتاعنا في الشتاء كده بيجمد شوية. يا اما انت بتعمليه على حمام مائي، لو عندك ميكروويف انا بحط في الميكروويف نص دقيقة بس، بيفك معايا وبيبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. ما عندكيش ميكروويف بتحطيه على حمام مائي. التورته دي بتاخد وقت بس شوية في رص الفاكهة بتاعتها، بس انما كل حاجة سهلة بعد كده. هجيب معايا هنا 2 كونو احطهم كده على حرف التورته، بعد ما احزم التورته بتاعتي. طبعا انتي بتحطي بقى، يعني بيبقى عندك بسكوتات، عندك اي حاجه، عندك شوكولاتات. ممكن عندك تعملي في ورق الترانسفير شوكولاته. يعني اللي انتي عندك اعمليه، كل واحده التزيين ده بيبقى كل واحده وذوقها. ما ينفعش اقولك اعملي كذا كذا وانتي ما تقلديش حد. لازم تبدعي، لازم تعملي انتي على ذوقك انتي، ما تقلديش حد. والحمد لله يمكن هي دي الحاجة اللي خلت الواحد بان ان انا ما بحبش اقلد حد. احنا بنتعلم وبنشوف ده وده وده، وبنعمل برضو فكرنا احنا اللي احنا عايزين نعمله، لكن ما بنقلدش حد. هجيب برضو عندي شوكولاتة مبشورة، عندك فارماسيل عندك اي حاجة. ما مش عايزة تحطي خالص ما تحطيش، بس انا بحب شكلها كده. طبعا الناحية اللي هي الفانيليا الجناب انا ما حطيتش فيها حاجة
عشان هحط فيها شرايح فراولة. مقطعة الفراولة شرايح اللي باقية من الشغل بتاعي، يعني التورتة دي خدت كل الفاكهة اللي انا جايبها لها. بترص كده الشرايح الفراولة جنب بعض، بتدي شكل للتورتة، وبرضو طعم الفراولة بيبقى حلو مع اللي هي الفانيليا. وان شاء الله برضو نبقى نعمل بالمانجا. انا مفرزة المانجا للشغل بتاعي، عشان المانجا برضو بتبقى حلوة قوي مع التورت. وكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا وخلصنا الشغل بتاعنا. دي التورتة ودول العرضين اللي احنا عملناهم. مع الف سلامة حبايب.